السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. من سنة ونص بالظبط عملت فيديو قصير باسم كداب يا ريس اللي جالك، وكنت بقول فيه ان يا ريس اللي جالك ان في 120 مليون بيأيدوك وبيحبوك وبيقفوا وراك، ده كلام كدب مش حقيقي. ان في ناس بتحبك وفي ناس بتكرهك، في ناس عايزاك وفي ناس مش عايزاك، ده طبيعي لأي إنسان بشري. ده ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في ناس اختلفوا عليه. يا ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات في ناس اختلفت وقالوا انه مش موجود، يعني انكروا وجود ربنا سبحانه وتعالى اللي خالقنا، وانكروا وجود النبي عليه الصلاه والسلام او صحه رسالته. والانبياء ياما تعرضوا لاشياء كتيره وظلم كتير وقتل وتكذيب. فانت عايز انت كبشري ان الناس تجتمع عليك، فقلت ده في الرساله موجهه للسيد رئيس الجمهوريه. الكلام ده من سنه ونص، بما ان مفيش استجابه لا من ناحيه الجيش اللي طلبته اكتر من مره للتدخل لانقاذ مصر، ولان كذا مره الشعب يتعرض لضغط نفسي ومادي واجتماعي عشان المركب تمشي زي ما قلنا، وعشان البلد ما تخربش. على ما اعتقد ان احنا مفيش خراب هيحصل في البلد اكتر من اللي مصر وصلت له دلوقتي. فالنهارده الفيديو الجديد بقول برضو كداب يا ريس، بس مش كداب يا ريس اللي قالك، ولا كداب يا رئيس الوزراء، ولا كداب يا وزير الفلاني، لا انت كداب يا سيسي. من بداية ما انت طلعت وقلت انتوا نور عينينا والشعب لم يجد من يحنو عليه، ولازم اغني الشعب الاول، لغاية ما وصلنا ليومنا هذا من ارتفاع اسعار هالك، ارتفاع جنوني في سعر الدولار، تعويم الجنيه، الاقتصاد اللي بينهار مع كل المكذبين والمطبلاتية اللي طالعين بيقولوا عكس كده وعكس ما الواقع بيقول. طالبت الشعب المصري باستبعاد فكرة الثورات لانها ليها عواقب، رغم ان هي فيها مميزات لكن ليها عواقب وخيمة على الشعب وعلى المجتمع. ده كان فعلا نابع من قلبي وخوفي على بلدي. لكن اللي وصل له الشعب انا ما اقدرش اقول للشعب اكتر من كده اصبر. انا مش يوسف الحسين يطلع اقول لهم كلوا خفافيش وكلوا صراصين وكلوا تعابين عشان خاطر الاقتصاد بتاعنا يمشي. انا مش وزيرة التعليم هطلع اجيب مناهج لثالثه ابتدائي من اليابان. يا اللي عايزين تطبقوا تجربة اليابان في التعليم المصري، طبق تجربة اليابان في الأكل اللي بياكلوا التلاميذ المصريين، طبق تجربة اليابان في الدخل القومي لليابان، جرب تجربة اليابان في توفير تعليم، مستوى تعليمي ومدارس وفصول ومدرسين ومعلمين نفسيتها مؤهلة ان هي تعلم كويس وان يكون دخل المعلم كويس. بعد كده بطلع طالبني بطالب طفل في ثالثه ابتدائي